تبدأ حكاية نبونقات النبي اللي اسمه كوفا. كان قاعد كوفا في القطر، كان بيقرأ كتاب وبيقول إن آخر معقل للبشرية هي الدولة الموجودة داخل الفانوس فلندور. والقطر بيقف في المحطة وبينزل كوفا وبيقول مكان جميل ومريح للأعصاب، وبيتفاجئ ببنت بتقول نفس الجملة. تضحك البنت وبتقول له قلنا نفس العبارة مع بعض. بيقول لها إيه الصدفة دي؟ فبيمد إيده ليها عشان تنزل، وبتقول إيه الشخص النبيل ده؟ فبتشكره وبيقول لها من الطبيعة كل لطيف، وبيقول لها أتمنى أكون معاكي لحد ما توصلي. بتقول له كنت قلقانة إن أبقى لوحدي، فأنا مبسوطة إني قابلتك وعندي شعور إن أموري هتكون بخير. وبيقول لها كوفا أتمنى إني أقابلك مرة تانية. فبتقول له أكيد هنتقابل تاني. هو ماشي كوفا في الشارع لقى قطة متعورة في رجليها، فشال القطة مش عارف عمل إيه، بس القطة بقت سليمة وطلعت تجري. قابل كوفا 3 من خدم القصر اللي هيشتغل فيه، وبتقول له البنت أنت كوفا فامبير؟ بيقول لها نعم اتشرفت بيكي. بتقول له أنا إيمي كبيرة الخدم في القصر ده. فبتقول له لو سمحت ناخدك في جولة في القصر. دخلوا القصر، بتقول له إيمي ده المكان اللي هتشتغل فيه لمدة 3 سنوات. فبتطلع بنت جميلة كانت واقفة على السور، البنت اختلت توازنها فوقعت، لكن كوفا بينقذها قبل ما تقع. بيقول لها حصل لك حاجة؟ بتقول له وهي في خجل كبير انت المعلم بتاعي؟ بيقول لها بالظبط اسمي كوفا. وبتقول له اسم ميليدا انجل. بتقول ايمي وقت المدرسة. بتقول لها جهازي، وبتقول ايمي لكوفا خلي بالك من ميليدا وهي في المدرسة. استغربت ميليدا وبتقول لكوفا انت هتيجي معايا المدرسة؟ بيقول لها اكيد، وبيقول لها انا دلوقتي مسؤول عن تعليمك فالمفروض اكون معاكي في اي مكان. وبيقول لها اخدت تصريح كمان من المدرسة. وصلوا المدرسة وبتقول بنت الميليدا انت متأخرة. بتقول لها ميليدا صباح الخير يا نيرفا دي صاحبة ميليدا. بتقول لها فكرتك هتهربي من المدرسة. وبتقول لها مين اللي معاكي ده؟ بتقول لها ده معلمي الخاص. وبتقول لها نيرفا هيساعدك في دراستك ولا هيعلمك استخدام المانا؟ نيرفا بتقول لها ما عندناش وقت عشان نتكلم، تعالي عشان نتدرب مع بعض. بيقول كوفا في نفسه القوة اللي بتكون قدرات غير عادية وتعزز من قدراتهم الجسدية عشان يتخطوا حدود البشر العاديين هي المانا. وبيقول انها هبة موجودة لطبقة النبلاء بس، وبتكون القدرة دي موجودة في سن السابعة. بيقف كوفا بيتفرج على ميلدا وبيقول واقفة كويسة. بيبتدي التدريب لكن البنت بتهزمها وبتوقعها على الارض. وبيقول كوفا انها بتفتقر للموهبة، وبيقول دي حدود ميلدا عشان مش بتمتلك المانا. فضلوا اصحاب ميلدا بيضحكوا عليها وبيستهزئوا بيها وبيقولوا لها انت ازاي هتحققي حلمك وانت ما عندكيش موهبة. وكان قاعد كوفا وبيكتب ان اللورد ميدوريو جد ميلدا انها مش ابنة حقيقية لعائلة الانجل لانها ما عندهاش قوة المانا لحد دلوقتي. واتضح ان جدها موكل كوفا ان ميلدا لما ظهرش عليها اي كفاءة للمانا يقتلها. وفعلا قال كوفا ان البنت مش بنت الفارس فليغوس انجل، وبالتالي هنفذ مهمتي التانية اللي هي قتل ميلدا. وبيقول ان حياتها مليانة معاناة وهتستمر بالمعاناة، واليوم اللي هتنتهي فيه معاناتها مش هيجي ابدا. وخلاص راح كوفا عشان يقتل ميلدا. دخل الاوضه ما لقاهاش جوه. ميلدا بتجري ومعاها سيف خشب وبيجري وراها كائنات غريبه. بيدور عليها كوفا لقاها بتحارب الكائنات دي، وافتكر كوفا ان جدها بيحطها تحت ضغط عشان عاوز يظهر المنع عليها بيجبرها على القتال. فضلوا يضربوا فيها واستغرب كوفا ان هي مش بتطلب اي مساعده. فعرف كوفا انها مش بتطلب المساعده علشان محدش يعرف انها ما عندهاش مانع، لان الناس لو شافوها كده هيعرفوا انها مش من عائله الانجل. فبينقذها كوفا وبيقتل ال3 كائنات دول بكل سهوله. وبيقول لها كوفا اسف لاني اخدت وقت طويل عشان اوصل لهنا. بتقول له اسفه لاني تعبتك. البنت بتدمع وبيقول كوفا انها وحيده، وبيقول اتمنى اشوف اللحظه اللي بتنال فيها البنت الاعتراف بانها مقاتله وتمتلك القوه الكافيه لمواجهه العالم القاسي. وبيمسك ايديها وبيقول لها اسمحي لي ان اساعدك على الاقل. وبيقول لها عاوز امنحك القوه ومش هفشل ابدا بتلبيه ندائك. البنت بدات تعيط من اللي بيقوله. وبيقول لها كوفا موافقه تراني بحياتك. وبيقول لها في طريقه واحده بس لإنقاذ المنع عندك، لكنها فيها مخاطر ممكن تصيبك اثار جانبيه، ولو فشلت الطريقه ممكن تموتي. بيقول لها مش عاوز اجبرك على المحاوله، ايه رايك؟ فكرت ميليدا شويه وقالت اعملها. وبيقول لها طالما راهنتي بحياتك ليا هراهن بحياتي انا كمان. طلع ازازه وشرب منها، وبعد كده بيحصل حاجه مش هنقولها، وبعد كده بتفقد الوعي. كوفا كان بيدلك ظهر ميليدا وبيقول لها الفحص ده ضروري عشان ما يحصلكيش اي تشوهات جسديه. بتقول له ميليدا انت مش مدرك ان بنت؟ بيقول لها انا فعلا محرج من اللي انا بعمله. وبيقول لها انا بعمل كده عشان سلامتك مش اكتر، وكل اللي انا محتاجه انك تكوني بصحه كويسه. بيقول لها في حاجه مهمه لازم اتكلم معاكي فيها. بيقول لها الفئه اللي انت حصلت عليها مش البلدين، فئتك الساموراي زي فئتي. بتقول له شيء مؤسف بس انا مبسوطه ان فئتي نفس فئتك. بيقول لها يفضل يبقى الامر ده سر على الجميع في الوقت ده. وتاني يوم بيقول لها مفيش اي تاثير داخلي ولا خارجي في جسمك. بتقول له ميليدا هل فعلا ممكن اكون تلمستك؟ قالها انت فعلا تلمستي. فرحت جدا ميليدا انها بقت عندها مانع. بتقول ما عدتش هكون مختلفه عن باقي اللي
اللي في المدرسه. بيقول لها نسيت اقول لك ميعاد البطوله العامه بعد اسبوع، وبيقول لها ممنوع تستخدمي المنخ خارج حصص التدريب. راحت ميليدا المدرسه، كانت قاعده وبتحط الكتب بتاعتها في الشنطه، وبتاخد نيرفا صاحبه ميليدا الكتاب بتاعها، وبتقول لها من زمان وانا عاوز اقرا الكتاب ده. بتقول لها نيرفا غيري هدومك عشان نتدرب. بتقول لها صحيح نسيت ان الدروس مع معلمك اكتر اهميه من اصدقائك. فكانت ماشيه ميليدا مع كوفا، بتقول له بيحصل الموقف ده بعد ما اخيرا حصلت على المانع. كوفا بيقول لها انت فعلا ايقظت قوتك، بس هي لسه مش مستقره. وبيقول لها ما عادش الا اسبوع على البطوله، وبيقول لها الوقت محتاج منك انك تخفي قدراتك حتى عن زمايلك، لو عملت كده اصحابك هيشوفوا معجزه ما حصلتش قبل كده. وبتقول له فهمت. كوفا بيقول الاتنين اللي بيتجسسوا علينا محتاجين منك حاجه. وطلعت البنت اللي قابلت كوفا في القطر هي وبنت عم ميليدا. بتقول ميليدا لكوفا مين دي؟ بتقول لها انا المعلمه الخاصه الجديده لاليس واسمي روزيتي بريكيت. اتفاجئت ميليدا من الاسم عشان بتسمع عنها كتير، وبتقول لها روزيتي انت بتقولي كده كاني مشهوره. وبيقول كوفا انت فعلا مشهوره. بتقول له كوفا احنا الاتنين بنشتغل لصالح عائله الانجل. وبتقول له اتمنى اننا ننسجم مع بعض. فبيبعد ايديها وبيقول لها مش هنسجم مع واحده مستهتره زيك. بتقول له في اخر مره اتقابلنا كنت انت فيها راجل محترم. فبتتضايق وبتقول له اليس اللي هي بنت عم ميليدا هتتغلب عليها في البطوله. جه يوم البطوله، بيقول كوفا جه اليوم المنتظر. بتقول له ميليدا انا خايفه عاوز اهرب. بيقول لها ما تقلقيش اتدربت بشكل كويس النهارده. وبتقول له في عدد كبير قوي من الناس. فبتشوف عربيه معديه، فبتتفاجئ بابوها جاي عشان يشوف البطوله. دخلوا المدرسه وكانت متوتره جدا. وبيقول لها كوفا المفروض نخش المدرج. تيجي ميرفا فضلت تستهزأ بميليدا. وبيقول لها كوفا مع كامل احترامي ممكن اطلب منك طلب؟ بتقول له اتفضل اطلب اللي انت عاوزه. بيقول لها انا تعبت من صرصرتك ممكن تخرسي يا قرده. بتقول له انت ازاي بتتجرأ انك تقول لي الكلام ده؟ بتقول له انت مفكر نفسك معلم؟ بتقول له انت بتقرأ كتبها وبتاخد مرتب. اتعصبت ميليدا وضربتها، وبتقول لها ده احسن معلم على الاطلاق. وبتقول لها ههزمك شر هزيمه في البطوله. فبتضحك وبتقول لها نشوف الكلام ده في الحلبه. تبدا المعركه وبتجري ميليدا على ميرفا، وبتقول لها ميرفا انا سعيده ان اول واحده هتيجي تحاربني انت، للدرجه دي عاوزه تحرجي نفسك؟ وهتضربها ميرفا، لكن بتتفاجئ ان ميليدا ضربتها. وبيتفاجئوا ان ميليدا عندها قوه المانا. وبيقول كوفا ان هي دي البنت اللي وصفتها بعديمه القيمه. وبتقوم ميرفا وبتقول لها كل اللي في الامر ان طفله اتعلمت استخدام اداه. وبتجري ميرفا عليها عشان تضربها، لكن ميليدا بتضربها وبتقع على الارض تاني. بتقوم ميرفا تاني عشان تضربها، لكن ميليدا بتضربها وطارت لحد ما اتخبطت في الجدار. وبتقول ميرفا انا وسط الكل اتهان كده؟ دي ميليدا عديمه القيمه. وبتتعصب ميرفا بتستجمع كل قوتها وبتضربها بيها. كانت واقعه على الارض. وبتقول لها ده كتير على طفله اتعلمت المانا. بتقول ميليدا كانت اكتر رعب، وبتستهزأ بيها ميرفا وبتقول لها مش سامعه. بتقول لها انا قلت ان هجمات معلمي كانت اكتر رعب منك. بتضربها تاني ميليدا، لكن وهي بتضربها بالسيف المانا بتاعت ميليدا كلها خلصت. جريت منها ميليدا وبتجري وراها ميرفا، ضربتها وقعت على الارض. فضلت تستهزأ بيها. استجمع ميرفا قوتها علشان تضرب بيها ميليدا، لكن بتتفاجئ ان ميليدا بتضربها بمهاره اتعلمتها من كوفا. وبيقول كوفا انها اتعلمتها بعد ما شافتني بعملها اول مره. وبتجري ميليدا ناحيه البرج، بيوقفوها اصحاب ميرفا، لكن اصحاب ميليدا بيتعاملوا معاهم. وبتجري ناحيه البرج فبتفوز بالمعركه. فبتروح لكوفا وهي فرحانه. بيشيلها كوفا بيقول لها انه مبسوط من ادائها. بتقول له ميليدا انها ما عادتش طفله عشان يشيلها كده. في الوقت ده كان معدي ابوها لكن ما اتكلمش. وبتنادي عليه وبتقول له انا فزت لاول مره. بيقول لها كنت مرابك. وبيقول لها ما تتحمسيش عشان حققت انتصار واحد. وبيقول لها اثبتي نفسك بالفوز ضد المدارس التانية. بتدمع ميليدا من كلامه. كوفا بيسالها بيقول لها مش مبسوطه؟ تقول له مش كتير. وبيقول لها كوفا فكري في اللي حصل، انت استجمعت شجاعتك واتكلمت مع رئيس العيله. وبيقول لها رده ما كانش اللي انت متوقعاه، لكن هو برضه رد عليكي، ودي خطوه كبيره للامام. بنشوف كوفا كان قاعد بيشرب القهوه. بتقول له ميليدا ان في مهرجان، المهرجان ده بنتمنى فيه دوام السلام للمدينه. بيرد كوفا شكله هيكون مهرجان ممتع. تساله ميليدا بتقول له انت بتحب المهرجانات؟ بيقول لها في الحقيقه ما اقدرش اقول لك. بتقول له ميليدا وايه المانع لو قلت؟ انت تعرف تفاصيل جسمي فده مش عادل اني ما اعرفش عنك حاجه. فاتضايقت منه انها ما تعرفش عنه حاجه. بيقول لها كوفا في الحقيقه انا ما اعرفش كتير عن المهرجانات، فانا جاي من عالم الليل. وبتقول له ميليدا انت تقصد انك من مساكن الطبقه المنخفضه؟ بيقول لها وابعد من كده كمان، وبدل ما اقول اني عشت هناك فالادق اني نجوت من هناك. بترد ميليدا عشان كده. كوفا بيقول لها على اي حال ايه الفستان ده؟ بتقول له ده فستان الموكب، كل الطلبات اللي في المدرسه هيلبسوا نفس الفستان ده. بيقول لها البسيه عشان اشوفه عليكي. بتقول له ما ينفعش، كنت مستنيه اليوم ده من زمان عشان البس فيه الفستان، ولان كمان اليس هتلبس نفس الفستان وهنبقى مع بعض في الموكب.
بتقول له عشان كده مش عاوز افسد اليوم اللي مستنياه. بيقول لها عشان كده مبسوطه؟ ترد ميليدا عليه وبتقول له اكيد، وتقول له كمان لو ما كنتش ممانع لحظه اشعال النار هكون مبسوطه لو رقصت معايا. بيقول لها كوفا ممكن ما اقدرش اجي بسبب ان ورايا مهمه لازم ارجع حي الملك المقدس. زعلت ميليدا وبيقول كوفا هقدر ارجع في اخر يوم من المهرجان وساعتها هتقبلي ترقصي معايا؟ فرحت ميليدا وبتقول له هتبقى ايدي مفتوحه لحد ما تيجي وتمسكهم ونرقص سوا. بيقول لها شرف ليا اكيد. كانت قاعده أليس وكبيره الخدم اللي في القصر. بتقول لها كان ادائك رائع في المباراه، وبتقول لها رؤساء العيله كانوا مبسوطين جدا. بتقول لها أليس مبسوطه بكده، والخدامه بترد عليها وبتقول لها اتسرعت في انهاء المباراه، وبتقول لها كنت ممكن توجهي ضربه لميليدا انجل وتخليها تركع قدامك ويشوفها كل الجمهور اللي كان موجود عشان الكل يعرف انك ليكي حق عشان تبقي الوريثه الشرعيه لعائله الانجل. في الوقت ده الباب كان بيخبط وبيقول وصل زي من المدرسه. بتقول الخدامه ده اكيد لبس المهرجان. بتقول الخادمه ايه الفستان ده؟ قطع القماش اللي فيه سيئه جدا وما تليقش على آل السما. وبترجع الفستان وبتقول هنجيب لها فستان جديد عشان الناس تعرف انها مش زي بقيه الاطفال. وبيجي يوم المهرجان وبتكون ميليدا واقفه مع اصحابها، وبتيجي أليس والكل بيبقى منبهر بالفستان بتاعها وبيسالوها انت جبت الفستان ده منين؟ بتقول لهم عائلتي اللي صنعته. فبتسيبهم وراحت تقعد في مكان لوحدها، وبتروح وراها ميليدا. بتعيط أليس وبتقول كنت عاوز البس الفستان عشان ما بقاش انا الوحيده مختلفه عنهم. راحت ميليدا عشان تتكلم معاها لكن النور فجاه بينطفي وبيطلع عليهم ناس غريبه وفجاه بتفقد الوعي. ميليدا بعد ما تصحى بتلاقي الشخص اللي خطفها، وبتحاول ميليدا عشان تطلع قواها بالمانع لكن مش بتعرف، وبيقول لها ما تحاوليش. وبتقول له انت لانسكروب صح؟ وبيضحك وبيقول لها انت فئتك مش البلدن بالرغم من انك بنت الدوق الفارس لعائله الانجل. بتقول له ميليدا انت عاوز ايه؟ بيقول لها انا بشري لكن نصي لانسكروب. وبيقول لها كنت لانسكروب اصطناعي زرعت منظمه معينه جينات الليل جوايا عشان اكون عندي قوه بتنافس قوه مستخدمي المانا. وبالمناسبه منظمتنا اسمها نقابه غنمفس، سمعت عننا قبل كده؟ بتقول له ميليدا ليه انا؟ بيقول لها استخدمت قوتك بطريقه مبهره في المباراه. وبيجيبوا أليس وهي فاقده الوعي، وبيقول لها انا هحول فئتك للبلدين، هزرع قوة أليس أنجل فيكي. ومعدل نجاح الأمر منخفض. وبتقول ميليدا المكان ده متحف، وبيقول لها تم عزل المنطقة من النقابة عشان كده محدش هيقدر ينقذكم. وبتصحى أليس وكانت خايفة، لكن ميليدا بتمسك المجرفة وفضلت تضرب في هيكل الديناصور لحد ما وقع على الكائنات دي. وبتجري ميليدا وأليس عند خريطة المنطقة وبتدور على مخرج يخرجوا منه. وكانت أليس بتعيط وخايفة، بتقول لها ميليدا أنا جنبك. وبتبص ميليدا وشافت أسلحة، وبتقول أليس الأسلحة دي مش هتشتغل ضد اللانكنسروب. وميليدا بتقول لأليس مش هنقدر نستخدم المانا. ميليدا افتكرت كلام معلمها إنها لازم تتصرف عشان تنجي بحياتها. أخدت ميليدا قطعة من فستان أليس لأن الفستان ده من ريش طائر اللهب، والتاج اللي كانت لابساه كمان أخدته. وبتقول ميليدا إن حجر اللهب وريش طائر اللهب مشبعان بالخامات المقدسة. وبتتفاجئ أليس إن في لانسكروب وراهم وبيضربوا ميليدا وبتقع على الأرض، لكن بتقوم وبتحضر قوة التاج وريش طائر اللهب وبتضربهم بيها. وبيجروا عشان يطلعوا من مخرج الطوارئ، لكن بيوقفهم الشخص اللي كان خاطفهم وبيقول لهم انتوا متعبين جدا. ميليدا انجل انا بعرض عليك بتحويل فئتك للبلدين، ليه بتهربي؟ وبتجري عليه وبتقول له انا عندي نفس فئة معلمي مش محتاجة الفئة دي. ولسه هتضربه لكن بيمسك العصاية اللي فيها النار وبتطفي وبيضربها ضربة قوية. وبتجري أليس عشان تطمن عليها، بيضربها هي كمان وبيقول لها ما تحاوليش تخش قتال معايا فانا ماسك نفسي عشان ما اقتلكيش. لكن بيقرب منها وبيلاقي ميليدا بتحك بالتاج على الارض، وبيحصل للشخص ده حاجه غريبه وبيقول هيحصل تغير في الخطه لازم نتخلص منهم فورا علشان هيكونوا تهديد كبير لينا في المستقبل. وبيجهز قوه عشان يقضي على ميليدا وبيقول لها وداعا. في اللحظه دي الباب بيتكسر وبيكون كوفا وروزيتي براكيت معلمه أليس. وبيقول كوفا اسف لاننا اخدنا وقت طويل لما وصلنا هنا. وبيقول جات لي رساله من نقابتي ورجعت من السفر فورا. الشخص بيقول انسوا الطفلتين دلوقتي واقتلوا الفارسين فورا، لكن سروب بيروح عليهم لكن كوفا بيضربهم بالسيف بتاعه. وروزيتي بتحضر رقصة العنقاء القرمزية، انهيار الانصار المستعرة بتضربهم بالقوة دي وبيقضوا على كل اللي موجود. وكوفا بيقول خلي بالك من الطفلتين لحد ما اجي. وبيروح كوفا للانكنسروب وبيقول له كوفا انت زي ما توقعت. بيقول له اتوظفت اولا لكنك ما انجزتش المهمه، وده اللي خلى نقابتي تتولى المهمه. كوفا بيقول في نفسه زي ما توقعت اللورد موديريو هو اللي ورا ده. وبيقول له كوفا مش هسمح ليك تتدخل في شأن الفتاتين. بيطلع الشخص ده حاجه شكلها غريب جدا وبيحقنها وبيرميها على الارض. فجاه بتتحول الحاجه الكبيره دي لشيطان كبير جدا، وبيقول له شيطان من صنع البشر واسمه الكاميري المسكون، شيطان ما يقدرش اي بشري الوقوف امامه. وبيقول دلوقتي يلا نكمل اللي بدأناه المره اللي فاتت.
فاتت. لسه جاي يضربوا الشيطان لكن بيتفاداه كوفا، لكن السكروب بيقول له سريع كعادتك. بدأوا يضربوا في بعض وضربوا كوفا بقوة الاستلال المطلق وتوهج ليلة عاصفة الحرب، ضربة قوية جدا. وبينادي لانكسروب على الشيطان عشان يضربه. لانكسروب بيرخي دفاع كوفا وبيربط ايديه وقيده عن استخدام المانا. قطع ايد كوفا وبيقول اجساد البشر هشة جدا، لكن ضرب كوفا الشيطان وقع على الارض. لانكسروب بيقول له ما عادش ليك اي مستقبل كمحارب، وبيقول البنت تستحق كل اللي عملته عشان تدافع عنها. كوفا بيرد عليه وبيقول له ايوه تستحق. بيقول له عاجل ام اجلا ميليدا هتهزم اشد المقاتلين وهتكون على القمه وهتتفوق على كل اللي في الفلندور. وبيؤمر لانكسروب الشيطان انه يضربه، وبيلتهم الشيطان كوفا. وبيقول لانكسروب في النهايه ما عملش اي حركه اخيره، بيقول تاليا هقتل ميليدا انجل. وبيتفاجئ ان كوفا بيقطع في الشيطان وبيقول لانكسروب مش معقول، الشيطان ده احصائياته وصلت لاقصى حد وما يقدرش اي بشري يقف قدامه. كوفا بيقول له الحد الاقصى انا حاليا حطمت الحدود دي. وبيدي كوفا على الشيطان واتفككت كل اعضائه. في اللحظه دي كوفا شعره بقى ابيض، مسك ايديه المقطوعه ورجعها تاني. بيقول له لانكسروب مستحيل اللي بيحصل ده، وبيقول له هو في قمه الخوف مصاص دماء. تحول كوفا لمصاص دماء. بيقول له كوفا انا كمان نصف بشري زيك، لكنك نصف بشري ونصف لانكسروب. كوفا بيقول له ايه ده، انا مش ناوي اقتلك، كنت بتحاول تغير فئه ميليدا انجل، لكنك قبل ما تبدا في كده ميليدا اظهرت قوه شبيهه بالبلادين، وبكده انت اتاكدت انها من عائله الدوق الفارس. وبيقول له فكر 100 مره لو جيت جنبها تاني. انقل الكلام ده لعميلك. لانكسروب بيقول له انت ناوي فعلا تدرب ميليدا انجل علشان تكون المحاربه الاقوى؟ لو تطورت ووصلت للحد الاقصى هتكون انت الفريسه. كوفا بيرد عليه بيقول له لو جه اليوم ده هكون مبسوط وانا بقدم راسي ليها. اللورد موديريو بيقول العمل الارهابي اللي عملته نقابه غريمفس، وفي حاجات كتير غير منطقيه في التقرير ده. وبتظهر شخصيه اسمها بلاك ماديا، بيقول لها اللورد تواصلي مع ميليدا وكوفا واعرف اللي بيخبوه. البنت بتتكلم في ورقه والورقه دي بتتحول لنار، وبعد كده بيظهر الكلام بيقول لو تخلى كوفا عن المهمه اقضي عليه. ميليدا بتقول له كوفا عرفت مكاننا ازاي؟ بيقول لها ان ابوكي هو اللي عمل كده، عرف ان مكان الحراس اتغير وده ساعده انه يعرف مكانكم. بيمد ايده كوفا وبيقول لي ميليدا تسمحي لي ارقص معاكي؟ بتقول له اكيد. بتقول له لحد امتى هتكون معلمي؟ بيقول لها ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ بتقول له حاسه ان مش من الطبيعي انك تفضل جنب بنت زيي، لكن عاوز اكون جنبك الى الابد. انا حاليا انسه صغيره، لكن يوم ما اكون بنت قويه عاوز اكون جنبك، عشان كده عاوزاك تستناني. وبيقول لها اطمني انا هنا عشانك. وبيقول لها خليكي في مكان احسن من اللي انت فيها، ما تقلقيش من اي حاجه لانك تلمستي اللي بفتخر بيها. راحت ميليدا القلعه واليس سند عليها. بتقول لها ميليدا صعب عليا امشي وانت ماسكه فيا كده. بتقول لها اليس انها مبسوطه من النهارده هنكون مع بعض اسبوع. رد عليها ميليدا وانا كمان مبسوطه اننا هنكون مع بعض. بتقول روزيتي لكوفا ان ميليدا واليس زي الاخوات. بيرد كوفا اكيد، وبيسالها ايه التفسير ده، وبيبعد ايده من ايديها وبيقول لها كم مره اقول لك ان انا وانت معلمان، احنا متنافسين. بتقول له مش شايفه اي مشكله، ميليدا واليس علاقتهم كويسه ببعض. بيقول لها كفايه ان كبيره خدم قصركم بتبادلك الراي. بتحكي له روزيتي انها ضافت اسمها في قائمه الزوار عشان ما اكونش مع اليس لوحدها. وبيقول لها كوفا شكله هيكون اسبوع ممتع. روزيتي بتقول له عندنا مهمه واحده وهي حماية حياتهم. دخلوا القصر مستنيين يعرفوا المترشحين. كانت واقفة ميليدا وأليس مع بعض. بتقول لها أليس انضم لوحدتك. ميليدا بترد عليها بتقول لها في فرق شاسع في قدراتنا وقواتنا، لو هقاتل معاكي مش كده هيكون كويس؟ مش عارفة ترد أليس عليها وتقول لها ايه. وفجأة ميرفا صاحبة ميليدا بتقول لها صباح الخير. وبدأت مقدمة البطولة كريستا تتكلم وبتقول النهارده هيكون أول يوم لبطولة اللونا لومير السنة دي. بطولة اللونا لومير هو حدث مشترك مع مدرستنا ومدرسة دوتريش النسائية. بيتم اختيار طالبتين من كل مدرسة، وبيكون الاربع طلاب دول بينافسوا بعض. وخلال فترة البطولة بيتقطع اي اتصال بالعالم الخارجي، والاختبار اللي هيتنافسوا فيه هيكون في اخر يوم من البطولة. والمرشحة اللي هتحصل على اعلى عدد من النقاط هي اللي هتحصل على لقب لونا لومير. وبيخش طلاب مدرسة دوتريش والطالبة كيرا من المرشحين بالبطولة. وخلاص هيعرضوا المترشحين والمدرسة كلها بتتفاجئ. المرشحتين هما ميليدا انجل واليس انجل. وبتقول لهم كريستا اتفضلوا بالصعود هنا. كريستا تشرح الاختبار وبتقول ان الاختبار ده هيكون هنا في قصر غراساموند. وبتقول الاختبار ده هيكون عبارة عن معركة شاملة عن 4 مجموعات مكونة من 3 طالبات بتقودهم المرشحات، وهيكون لكل طالبة ميدالية مثبتة على القميص. والفريق اللي هيحصل على اكبر عدد من الميداليات هيكون هو الفايز. والمرشحات هيختاروا 2 من صحابهم. وبتقول لها ميليدا انجل هنبدأ بيكي. ميرفا بتقول انا اللي هشارك مع ميليدا. في واحدة تانية بتقول وانا كمان. وبتقول كريستا مقدمة القصر لتبدأ البطولة.
البطولة. البوابات كلها بتتقفل عشان البطولة هتبدأ، وبيطلعوا الطلاب ويقولوا ازاي بيتم ترشيح البنت اللي مفتكرة الموهبة. ميليدا بتسمع الكلام وبتدمع. كوفا بيحضنها وبيقول لها حتى لو شك العالم كله فيكي فانا لوحدي هكون جنبك، عشان كده عاوزك تثقي فيا. كانوا كوفا بيدربهم وميرفا بتتدرب مع ميليدا، وبيقول لها كوفا محتاجة تحسني التوقيت في استلال السيف. بتقول له ميرفا على الاقل بخلي سلاحي اخف لو اتصابت ميليدا هتكون مشكلة لينا. بيقول لها مش ممكن، ده هيقلل احساسها بالخطر. لو ظبطت السرعة 120% هتتمكني من استخدام مهاراتك صح. البنت بتقول على الاقل ناخد استراحة. كوفا بيقول لهم استراحة قصيرة. ميليدا كانت قاعدة تحت شجرة، بتيجي بنت وبتقول ميليدا انجل. البنت من مدرسة دوتريش. بتقول لها الطالبة المفتقرة للموهبة دي مشهورة، وبتقول طفلتان من عائلة الانجل، واحدة من الاصل والتانية من الفرع. وبتقول لها المثير للسخرية ان بيتم اختياركم كمرشحتين. البنت بتقول لها عشان تثبتي انك من العائلة لازم تخرجي منتصرة على أليس انجل. بترد ميليدا بتقول ده مستحيل. بتقول لها البنت لو عندك القوة ما تتردديش، هيثق فيك الناس لو ظهرت قوتك. وبتقول لها اشجعك في البطولة. البنت بتمشي وبيجي كوفا بيقول لها مين الطالبة دي. بتقول له دي من مدرسة دوتريش لكن مش عارفة اسمها. تظهر كبيرة الخدم وهي بتتسلل. كوفا بيوقفها وبيقول لها شايفك لسه صاحية عشان تتخلصي من الأدلة. بتقول له انت بتتكلم عن ايه. بيقول لها اسف، وبيطلع قطعة من الزجاج الملون. بتقول مستحيل، انا متأكدة ان مش سايبة اي اثر ورايا. كوفا بيقول لها فهمت، انت بدلت الزجاج الليلة اللي فاتت، انت فضحت نفسك. قطعة الزجاج دي مش من الزجاج الملون اللي انت كسرتيه، انا اللي جبته. بيقول ده اللي حصل. وبيكون موجود ميليدا واليس وروزيتي. بتقول لها اليس ليه عملت كده. بتقول لها اوتيليو عشان مصلحتك، لو اتنافستي معاها الناس هتعرف مين اللي تستحق تكون من عائلة الانجل. روزيتي بتقول لها عملت كده عشان تخلي ميليدا واليس يحاربوا بعض. بتقول اوتيليو من الصعب ان نقبل فكرة المساواة ما بين واحدة مفتقرة للموهبة واليس انجل. ميليدا بتتعصب وبتقول لها انا واليس مرتبطان بروابط ثمينة ما ينفعش تتغير. بيرجعوا لاوضهم. كوفا بيقول لميليدا اللي عملتيه كان جميل. بتقول له انا انفعلت في اللحظة دي. بيقول لها كوفا بتخلي خصمك يفقد حذره وبعدها بتوجه له هجوم مش متوقع. بيقول لها كوفا تصبح على خير. ترد عليه بتقول له تصبح على خير يا معلمي. بيطلع كوفا من الاوضه بيمشي، لكن بيتفاجئ ان في ورقه على شكل صقر. وهو ماشي كوفا بيقول مبعوث من الليل الابيض. وبيلاقي كوفا بلاك ماديا. بيقول لها ايه قصه ده. بتقول له في الورقه عدى وقت طويل. بيقول لها انت بلاك ماديا. وفي اللحظه دي كوفا بيقول لي بلاك ماديا انت ايه اللي جابك هنا. بتقول له في الورقه مفكرين ان تقريرك الاخير كان ناقص ولائك بينقص. بيقول لها ما قلتش غير الحقيقه، مفيش سبب انكم تشكوا فيا. بتقول له مش بتخفي شيء. بيقول لها اكيد لا. بترد عليه وبتقول له حضر لي دماء ميليدا انجل ليه ما ظهرش عليها المانع لحد دلوقتي. بيقول لها انا دلوقتي موظف لعائله الانجل، مش هينفع اعمل حاجه تهدد مكانتي معاهم. بتقول له هحصل عليها انا بنفسي. بيقول لها مش هسمح لك. وبيضربها لكن بتتفادى كل الضربات. بتقول له انت دلوقتي ظهرت على حياتك. وبيقول لها انا حاليا بخدم ميليدا وبقوم بواجبي. وبتيجي روزيتي بتقول مين البنت دي. بلاك ماديا بتقول لها الحاميه للفرد الاخر من عائله الانجل. وبتضربها روزيتي لكن بتصد كل ضرباتها. وبتتفاجئ روزيتي انها عندها سلاحين. وبتقول بلاك ماديا ميليدا في ايد امينه. بيقول لها كوفا انتهى وقت اللعب. بتسمع صوت الحراس جايين. بلاك ماديا بتقول له ما تنساش انا الظل. تختفي البنت وبتقول الظل دايما وراءك. روزيتي بتقول لكوفا مين دي بالظبط. بيقول لها فئتها هي الكلاون، فينسر، جلاديتور، ساموراي، ميدين، جنر، يازارد، كلاريك. مع قدرتها بتحصل على الفئات السبعة فبتكون أقوى كلاون في فلاندور. شوف كريستا بتقول بطولة اختيار اللونا لومير هتمشي زي ما خططت ليها، وتعليق المسابقة ده مش هيحصل. كوفا بيقول لها لكن بلاك ماديا قاتلة مأجورة ومشهورة جدا وكل عارفها حتى في حي الملك المقدس. دي محترفة في التسلل وممكن تخش في سلوك وشكل كل البشر. روزيتي بتقول مفيش شك انها اتنكرت على شكل طالبة ودخلت المدرسة، ولو سيبنا الموضوع زي ما هو هنكون في خطر. كريستا بتقول إدارة المدرسة حسمت قرارها بالفعل. وفي وقت الغداء روزيتي بتبص بتلاقي ميليدا كانت قاعدة لوحدها، وبتبص لأليس لقيتها مش قاعدة معاها. روزيتي بتسألها بتقول لها حصل حاجة بينك وبين ميليدا سامع؟ انتوا علاقتكم ببعض الفترة الأخيرة كويسة وكنتوا زي الإخوات. مش بترد أليس عليها. ليه على أليس تكون برفقة الفتاة المفتقرة للموهبة. بتقول لها روزيتي إنهم مرشحتين متكافئين. بتقول لها بعصبية ازاي متكافئين؟ من حيث الذكاء والقدرة فأليس سما هي الوحيدة اللي تستحق
تستحق انها تكون مرشحة، وبتقول بصوت عالي للطلاب انتوا برضه عارفين كده صح ان أليس اقوى من ميليدا. وكانت قاعدة كيرا وبتقول لصاحبتها سلاشا دول من الانجل، دي حرب من اجل اسم العائلة ومش عاوزة يشوهوا سمعة البطولة بده. في الاختبار مفروض على كل فتاة انها تقاتل بعدل وامانة، وبتقول لها بالنسبة ليا مش بهتم بمن تكوني فانا مش بتراجع. بتقول لها اكيد طبعا. نيرفا بتيجي تقعد جنب ميليدا، بتقول لها ميرفا لو كنت محبطة كل اللي عليك هو الرد بهجوم قوي. بتقول لها ميرفا لقيت المكان فاضي فقعدت فيه. تيجي صاحبتها وبتضحك وبتقول لها بتتكلمي بعصبية وبتقعدي جنب ميليدا يوم بعد يوم، وحاسة ان وحدتنا هتكون قادرة على التعاون والقوة في المعركة. ميليدا بتقول اكيد هنعمل كل اللي هنقدر عليه في البطولة. وقبل يوم واحد من البطولة كانت ميليدا بتحرك ايديها عشان عملت مجهود كبير في التدريب. كوفا دخل الأوضة عليها وبيقول لها ده دليل على العمل الشاق اللي عملتيه خلال ال6 أيام اللي فاتت، وبيقول لها اتفضلي الحليب الساخن. بتشرب الحليب وبتقول له طعمه جميل جدا. بيسألها كوفا حصل حاجة بينك وبين أليس سما؟ أصل بعد الحادثة اللي حصلت بسبب السيدة أوتيليو. وبيقول لها مش هينفع أكون صامت وانتي في حاجة مضايقاكي. بتقول له على كل حاجة إن أليس عاوزة تخسر عمدا عشان تخلي ثقة الناس عالية بميليدا. وبيقول لها كوفا في رأيي المفروض إنك متهتميش بمعرفة مكانتك عند حد، وعلى أليس سما إنها توضح اللي بترغب فيه، فهي عارفة إنك هتفهميها، فهي بشكل عاطفي تتكل عليكي. وبيقول لها كوفا لما تقابلي أليس في الاختبار ناقش الأمور معاها عشان تفهمي كل حاجة وما تخافيش وعبري ليها عن مشاعرك. وبيسألها كوفا أنت بتحبي أليس؟ بتقول له أكيد بحبها. كوفا بيرد عليها بيقول لها يبقى الأمور كده هتكون بخير، مهما حصل في الاختبار فالعلاقة اللي بينك وبينها مش هتنهار أبدا. وبيجي يوم البطولة روزيتي بتقول لكوفا مش هتشوف ميليدا وأليس هما بيتألقوا؟ بتقول له بتنوي استخدام السيف ده عشان بلاك ماديا صح؟ هاجي معاك. وبيقول لها لا خليكي هنا وكوني على أتم الاستعداد لو حصل أي طوارئ. كريستا بتقول هدوء وبتقول في الاختبار ده بيتم تكليف ال4 وحدات بخوض معركة شاملة بينهم، والوحدة اللي هتجمع أكبر عدد من الميداليات هتكون هي الفائزة. أما ميدان المعركة هيكون قصر غراسمون بأكمله، وهتقدروا تشوفوا كل اللي بيحصل بالمناظر اللي معاكم. المرشحين بيقفوا في أماكنهم وكوفا بيقول هشجعك يا ميليدا. تبدأ البطولة وكانت ميليدا ونيرفا صاحبتهم ماشيين بحذر. بتضرب بيريسان اللي في فريق أليس. بتقول نيرفا احنا محظوظين بإن غنر بتيجي من وحدة أليس ماشية كل المسافة دي. نيرفا بتضرب البنت. تجري ميليدا على أليس وبتقول وقت القتال. بيروح كوفا للبنت اللي كانت واقفة مع ميليدا بعد التدريب، وبتهرب أليس في أوضة في القصر وبتيجي وراها ميليدا بتقول لها ما عادش في مكان تهربي ليه. كوفا بيقول للبنت مؤامرتك الشريرة انتهت. بتقول البنت باين انا واقعه في مشكله. بيقول لها كوفا سلميني اللي جمعتيه من غير دوشه والا. بتقول له الا ايه؟ بيقطع ايد الشنطه بيوقع كوفا البنت على الارض. بتقول له الرجال فعلا كائنات استبداديه. بتحط ايديها على وش كوفا وبتقول له لسبب ما قلبي بدأ بالخفقان فجأة، ان في رجل يعمل فيا كده بيخليني اسال نفسي ايه هي العقوبه اللي هتلقاها. بيقول لها كوفا لحد امتى هتستمري بتمثيليتك؟ بتقول له لو ظهرت ان شيء لم يكن هبذل جهدي في خدمتك. بيطلع السيف عشان يضربها لكن بتضرب كوفا ضربة قوية، وبيقول ده هجوم امتصاص بينقص من منة الخصم ويلتهمها بقدرة مهيبة. بيقول لها آسف اسمك ايه؟ بتقول له ميول لامور، ورثت فئة الديابلوس عالية المستوى كأحد أفراد العوائل النبيلة الكبرى. أنا بنت عائلة لامور. وبيقول كوفا في نفسه مادية قادرة على محاكاة الفئات منخفضة المستوى، مما يعني إنها مش هي دي. وبيطلب كوفا إنها تسامحه على سلوكه الوقح اللي عاملها بيه. وبيجري كوفا وبتقول ده كان مخيف، فكرت انه يقتلني، طلعت هبله يعني. نرجع للقصر وميليدا بتحارب أليس. بتقول لها ميليدا انت ليه ساكته؟ لو عاوزه تقولي حاجه قوليها. بتقول لها أليس انت ضعيفه يا ميليدا. بتضربها ضربه قويه وبتتخبط في الجدار. وبتقول لها ليه برايك بهرب من قتالك في البطوله العامه والبطوله دي كمان؟ لاني مش عاوز اعرف حقيقه انك اضعف مني، ومش عاوزه كمان اننا نكون على قدم المساواه. بتضرب بالسيف بتاعها ضربه قويه على الارض. وبتقول افضل ان يكون مستواي اقل منك، واكره ان اكون الرقم 1، واكره ان اكون محاطه بالانظار، وافضل دايما ان اكون التانية بعد شخص متألق. عاوز اكون دايما وراك يا ميليدا طالما كنتي وما زلتي ان اكون اختك الصغيره. ولسه هتضربها بالسيف لكن ميليدا بتتصدى ليها، وهتضربها أليس بقوه التصاعد المقدس. وبتضرب ميليدا أليس بقوه الاستلال الممنوح. وبتقول لها ميليدا مين دي اللي بتكون ضعيفه؟ فضلت تضرب فيها ميليدا وبتقول لها انا الاقوى يا أليس، حتى لو كانت فئتك هي البلدن
ومهما اصبحت قوية في المستقبل فانا دايما هسبقك بخطوة. وكانت عمالة تدمع والدموع تنزل على أليس وبتقول لها لو الامر اتعلق بيا ما تشغليش بالك وامسكي بضهري زي ما انت عاوزة، ولو عليكي حمل مش قادرة تتحمليه فاعرفي ان دايما هشيله عنك. وبتقول لها ميليدا ما عادش فيه حاجة عشان تقلقي عليها بعد الآن. وجت ميرفا وبتقول ميليدا انجل الطريقة اللي قاتلت بيها شبه قتال فئة الساموراي زي معلمك بالظبط. وبتقول ميليدا دي مش مانت ميرفا، بتقول لها انت مين؟ فبتتحول ميرفا لبلاك ماديا وبتضرب ضربة قوية جدا في القصر، بتضرب ميليدا وأليس وهما بيهربوا، ولسه هتضربها ميليدا لكن بتضربها ماديا ضربة قوية هي وأليس. وبيجوا حراس القصر وبتضربها وبيقولوا انت محتالة دخلت من غير اذن، تأمر ضدنا امر مهين. وبتضربهم ماديا ولسه هتضرب ميليدا وأليس لكن كوفا بيتصدى لضربتها وبيقول لها بشكرك على تحطيم الحارستين. وبيضربها كوفا بتكون من غير الملابس بتاعتها وبيقول لها كوفا عرفت عنك كل حاجة، وجهك وجسدك والمنى بتاعتك. بتقول له مش هقدر ارجع المنزل بالوضع ده. وبيدي لها كوفا جواب وبيقول لها اعطي الجواب ده للوالد، وبيقول لها ده تقرير اضافي وهسيب الوالد يحكم بنفسه بعد قراءة التقرير ده. وميليدا وأليس واقفين في المدرسة وبتقول لها ميليدا اسمعي يا أليس، بفكر اننا نشكل وحدة جديدة وحدتي الخاصة ومش هسمح بحد انه يناديني بعديمة القيمة تاني. وبتسألها تنضم لوحدتي يا أليس مش كده؟ وبتحضنها أليس وبتقول لها اسمحي لي انضم لوحدتك يا ميليدا. بتقول لها اتشرف بداية أليس. كانت ميليدا وأليس ماشيين بالليل ومفيش اي حد صاحي ومعاها فانوس منور، بتعمل ميليدا اشارة بيه وبيظهر من الشباك نفس الاشارة، وبتكون ميول لمر وصاحبتها سالة اتقابلوا هما الاربعة وبيبصوا ناحية الباب المظلم. وبتقول ميليدا موقع اللقاء موجود على الجانب الآخر من الممر المائي. وبتقول ميول لمر وإيه الموجود هناك؟ بتقول ميليدا هناك مكتبة وما تقلقوش لو قابلنا المشرفة اللي بتقوم بالدورية. وبيخشوا المكان وبيكون في بنات كتير جدا قاعدين جوه. وبتقول بنت لكل البنات اللي من مدرسة دوتريش أنا بشكركم لأنكم قابلتوا الدعوة، وبشكر اللي من مدرسة القديسة فريد سويد. وبتقول هنقوم بحفل ختام بطولة اللونا لومير. وبتقول سالة ده كحول. بتقول ميول لومر ده عصير. بتقول كيرا دي حفلة غير رسمية وعملناها بنفسنا. وكانت بتاكل ميليدا الكيك وبتقول ما كنتش متخيلة تكون في حفلة ختام غير رسمية. وبتقول أليس الأسرار دي بتخلي قلبي يخفق من شدة الحماس. وبتيجي كيرا وبتقول لهم مستمتعين، وبتقول لهم ما ظهرتش قدراتي الحقيقية لما انتصرت المرة دي ومش بحسبه إنه نصر حقيقي. في المرة اللي جاية خليكوا تشوفوا نتيجة فوز واضحة وضوح الشمس. بيقولوا لها أكيد. بتقول ميول لمر مع كامل احترامي بكلمك كعاشقة للعديد من الروايات، مفروض تاخدي الحذر لما تتكلمي بثقة عالية عن قتال لسه مستقبله بعيد. وبتقول لها كيرا لما بعلن عن نصري مبكرا فده هيخلي الأجواء أكتر حماس. كانوا قاعدين بيتكلموا عن قصص وبتتكلم ميول عن قصة وبتقول قصة مشهورة في الحي المقدس واللي بتشير باسم مدينة المياه. وبتقول من زمن بعيد كان هناك زوجان انتقلوا للحي المقدس هربانين من عالم الليل إلى فلندور باحثين عن حياة جديدة، ولكن كانوا بيهاجموهم سكان فلندور دايما بسبب العنصرية. الزوج ما كانش بيلاقي عمل وكان بيعامل زوجته بشكل قاسي ومع ذلك كانت بتتحمله من غير ما تشتكي. وفي يوم من الأيام فقد الزوج عقله وطعن زوجته لحد ما ماتت بسكين وخرج قلبها في إيده وطلع يجري وهو خايف ومعاه القلب في إيده. وهو بيجري وقع على الأرض ووقع قلب زوجته. وفي اللحظة دي سمع صوت بيقول له حصل لك حاجة؟ حصلت معجزة والقلب اتكلم. ورجع الزوج لعقله وعرف مقدار الحب اللي زوجته كانت بتحبه بيها، وحضن الرجل قلب زوجته ورمى نفسه في المية. وبعد كده هما الاتنين فرقوا الحياة. بتقول ميليدا ايه القصة الحزينة دي؟ وبتقول سالة في تكملة للقصة دي. وبتقول جثة الزوجة منزوعة القلب كانت بتحمل طغينة شديدة وبدأت بالتحرك. المرأة دي كانت بتتجول في أرجاء المدينة باحثة عن قلبها وبقت اسمها الساحرة الرمادية، وكانت بتهاجم فتيات كتير وبعد كده بتنتزع قلوبهم وما زالت مستمرة. وكانت أليس خايفة جدا من القصة دي. بتقول ميليدا مش مصدقة ان في قلب بيتكلم. وبتقول ميول كانت في سلاسل من جرائم القتل المرعبة في فلندور وكانت قلوب الضحايا منزوعة من أجسادهم، وفجأة الشموع كلها بتنطفي والكل اتفاجئ. وبتقول كيرا ان ده الهوا دخن من بره. وبتقول كيرا لصاحبتها هاتي عواد الثقوب. وبتظهر بنت وبتقول ميليدا الساحرة الرمادية جت عشان تنتزع قلوبنا. وبتقول كيرا اهربوا كلكم بسرعة. وبتطير الساحرة على كيرا وبتضربها. بدأوا يهربوا. وبتقول ميول انها مش بتطاردنا، بتقول لهم انتوا بخير. وبتقول ميليدا يلا نرجع للأوض بتاعتنا بسرعة.
وهم ماشيين بتقول ميليدا ان ممكن تكون صاحبة القبعة المدببة هي الساحرة الرمادية. بتقول ميول مش عارفة، لكن كيرا هزمت بسهولة، من الواضح انها مش شخص عادي. وبتقول ميليدا لو قلت لمعلمي كوفا اكيد هيعرف مين دي. وبتقف ميليدا وبيقولها في ايه؟ بتقول لهم دوست على حاجة شيء اسفنجي. بيقولها ايه ده؟ بتقول لهم معرفش، شيء طري وبارد وناعم، هيعقل انها اشلاء. وبتقول يلا نرجع بسرعة. وطلعوا يجروا وبيقعوا، بتنزل عليهم حاجات غريبة وبيطلعوا يجروا، لكن الشموع كلها بتنطفي تاني. بتظهر الساحرة تاني. سلا بتقول لها مش هخليك تقربي منهم، وبتروح سلا عليها لكن بتضربها. ميليدا بتحضر قوة نصل وميد السراب عشان تضربها بيها. الساحرة بتتصدى ليها بكل سهولة، وبتقول ميليدا انها قوية وقوية جدا، وبتقول اهربوا بسرعة. وبيجروا والساحرة بتجري وراهم وبيقدروا يطلعوا. وبيظهر كوفا وفرحوا جدا انه جه، وبيقولوا له احنا في مأزق. وبيقول لهم انا كمان بمر بوقت صعب، ممكن تساعدوني بالبحث عن حاجة؟ بيقول لهم ببحث عن قلب المنزوع. وبيصوتوا، لكن في الاخر قال لهم ان ده مقلب وده صلصة طماطم. بيقولوا عرفت ازاي اننا هنعمل حفلة؟ قال لهم ان روزيتي هي اللي عرفت وقالت لي. وبتقول له ميليدا مين الساحرة الرمادية اللي ظهرت دي؟ قال لها كانت روزيتي، كانت متنكرة واستخدمت طلاق للوجع عشان محدش يعرفها، على الارجح كان مقلب استمتعنا بيه. وبتقول له ميليدا ايه الحاجات الغريبة اللي كانت في الممر المائي؟ بيقول لها كانت بيكس جيم، دي لعبة. وبتقول له انت اللي خليت الحاجات دي تنزل علينا؟ بيقول لهم انا اسف، ما كنتش اعرف انها هتصيبكم بالزهر كده. فضلوا يزعقوا ليه واتضايقوا منه جدا. وبيقول لهم مش انا اللي المفروض اتشتم، روزيتي هي اللي المفروض تتشتم، ودلوقتي ممكن ترجعوا على غرفكم. وما كانوش قادرين يتحركوا بسبب الخوف. وكوفا خلوهم يناموا على السرير بتاعه، كان قاعد جنبهم وبيقرأ كتاب. وخلص قراءة الكتاب وجاي يقوم، لكن ميليدا بتمسك ايده وبيقول باين ان اسهر طول الليل. ما هو انت اللي جبته لنفسك بصراحة يا كوفا. تبدأ الحكاية وميليدا بتقول لكوفا انت مش بتظهر مراعاة كافية لظروف السيدات، لو كنت ناوي انك تيجي فكنت تقول لي عشان اكون مستعدة والبس هدومي. وبيقول لها كوفا انت مفكرة ان قاتل هينتظرك لحد ما تستعدي وتلبسي هدومك؟ وبتقول له انت مش قاتل عشان استعجل كده. وفي الوقت ده كان واحد معدي وبيدي كوفا حاجة وبيقول له ده عقار يمكن لشخص واحد بس انه ياخده، فكر كويس قبل ما تستخدمه. وبتيجي روزيتي وبتقول له كوفا كنت بدور عليك. وبيقول لها في عمل يخصني؟ بتقول له مش عمل. وبتقول له هي خجولة، اعتقد انك الوحيد اللي تقدر تعمله. وبتقول له ايه رايك انك تتجوزني؟ اتفاجئت ميليدا من اللي بتقوله. كوفا بيقول لها والدك اختار زوج ليكي وعشان ترفضيه قلت له انا عندي حبيب ووعدته ان اعيش معاه في المستقبل، صح؟ بتقول له روزيتي بالظبط. ميليدا كانت مذهولة من اللي بيحصل. وبتقول لها اليس اهدي يا ميليدا. بتقول له روزيتي انا بحب والدي فعشان كده مش هعرف ارفض مباشرة. وبتقول له عشان كده في الوقت ده اتظاهر انك حبيبي. وبيقول كوفا ما عنديش حل. ووافق كوفا، وكانت روزيتي مبسوطة وبتشكره. وميليدا كانت متضايقة جدا. كانوا ماشيين وماسك روزيتي ايد كوفا، لكن ميليدا بتتضايق وبتروح تمسك ايده. تظهر واحدة وبتقول يا لها من اهانة للذوق العام، ومتضايقة انهم هما الاتنين ماسكين في ايد كوفا.